بودكاست مع رفعت، حلقة مميزة جدا لأن أولادنا هم أهم حاجة في حياتنا. النهاردة معانا دكتور محمد مشالي، استشاري طب الأطفال وحديث الولادة. هنتكلم معاه عن كل حاجة تخص أولادنا. طبعا دي أول حلقة لأن دكتور محمد ما ينفعش نقعد معاه مرة. هيتكلم معانا النهاردة عن الخطوط العريضة، والمرات الجاية هيتكلم معانا بالتفصيل عن كل حاجة تهمنا. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا دكتور، لقاء غالي جدا، عارفين طبعا حضرتك مشغول قد ايه، ولكن حضرتك معانا النهارده عشان اولادنا هم اهم حاجه عندنا. يا اهلا وسهلا بيك، وانا معاك وتحت امرك. دكتور محمد، حضرتك بتسافر بره كتير وبتشوف الاطفال بره مصر والمؤتمرات اللي حضرتك بتحضرها مع دكاتره بره مصر بتخليك تعرف قد ايه طب الاطفال مختلف ما بين الدول وبعضها، وشفت حاجات موجوده بره مصر وجوه مصر متشابهه. النهارده هنبدا نتكلم مع حضرتك من البدايه خالص. انا النهارده هعتبر ان انا اب لسه جديد، فتعالى النهارده نتكلم مع بعض. انا لسه في فتره الحمل والحاجات دي بيبقى فتره بقى ايه فيها شويه اكشن، وتعبت المدام راحت المستشفى مش عارف ايه. طبيب الاطفال بيبدا دوره معايا من انهي حته بالظبط؟ هو طبيب الاطفال بيبدا دوره اول حاجه في اوضه الولاده مع الجراح. جراح الولاده طبعا بيطمن الام، بياخد الهيستوري من الام كامل، او بياخد التاريخ المرضي للام، هل هي مريضه كذا او كذا. بياخد برضه الهيستوري والتاريخ المرضي او التاريخ بتاع الحمل من الجراح، هل في مشكله في الحمل، هل في مشكله في الولاده معينه، عشان يبدا يجهز ادواته ويجهز نفسه للولاده وظروفها المحتمله. هو طبعا بيستلم الطفل من طبيب النساء، وبيطمن على سلامته، بيطمن ان هو مفيش اي امراض وراثيه او اي امراض خلقيه في البيبي، بيطمن على مجرى التنفس، بيسمع ضربات القلب منتظمه ولا مش منتظمه، بيشوف البيبي وهو بياخد انفاسه الاولى وبيطمن عليه. يعني شويه حاجات كده هو بيطمن عليها قبل ما يسلمه للام في حجره الولاده او في حجره الافاقه بعد كده بعد الولاده. طبعا برضو دور الدكتور الاطفال اللي هو يعني يقدم شويه نصايح كده هو بسيطه للام بعد ما تفوق من سواء الولاده الطبيعيه او الولاده القيصريه، يقدم لها شويه نصايح ازاي تبتدي الرضاعه الاولى ليها، وازاي اهميه لبن السرسوب بالنسبه لها، والحاجات اللي تاخد بالها منها، والحاجات اللي تعتبر بالنسبه لها غريبه لكن هي حاجات طبيعيه في البيبي. متابعه الصفرة بالنسبه للولد هيكون عامل ازاي، او البيبي يعني هيكون عامل ازاي، وهكذا. بيبقى دور يقعد يتكلم معاها شويه كده، يفتح لها شويه نقاط معينه بالنسبه لمولودها الجديد، وخصوصا لو كانت الام بكريه بتبقى يعني طبعا لسه مش عارفين اللحظات الاولى بالنسبه للاطفال بتبقى عامله ازاي. طيب احنا هننتقل من بعد ما البيبي بدأ ايامه الاولى. احنا بدأنا في التطعيمات الاولى خالص. احنا النهارده بنعمل زي كشف الضرن او حاجه ليها علاقه بالضرن، وبنبدأ بقى التطعيمات الاولى. الحاجات دي بنبدأ فيها ازاي او التفاصيل بتاعتها بتبقى ايه؟ هو عموما الطفل السليم المعافي المفروض اللي هو بيروح الوحدة الصحية بعد اليوم الثالث بعد الولادة، بعد ما يكمل 3 أيام بعد الولادة، علشان يعمل شوية حاجات. أولا علشان ياخد تحليل الغدة الدرقية اللي هو حاجة المشهور اللي هو تحليل الكعب، علشان يطعم الضرن، عشان طعم الجرعة الصفرية من شلل الأطفال، علشان يعمل مقياس السمع. ودي الحاجات اللي بتتعمل في الوحدة الصحية بعد اليوم الثالث بعد الولادة. طيب احنا عدينا منها وبدأنا في الأم وتعاملاتها مع الطفل. النهاردة هل في بعض الفيتامينات؟ طبعا احنا دلوقتي الأم ما عادتش صحتها زي زمان، يعني الست اللي كانت بتولد وتنزل تعمل الأكل والكلام ده ما عادش زي زمان. فالنهاردة الأطفال أغلبهم بقى يعني أغلب أطباء الأطفال يقول لك من أول ما ينزل ياخد فيتامين دي، ياخد مش عارف إيه، ياخد إيه ياخد إيه. في الحاجات دي في الأول خالص الحاجات دي بتحدد بناء على إيه؟ لا، خلينا بس متفقين ان هو صحة الام من صحة البيبي. يعني لو الام كانت كويسة، بتاكل كويس، ما عندهاش امراض مزمنة، الامراض اللي عندها مثلا زي الانيميا متصلحة والدنيا كويسة، فدي ام بتكون كويسة بالنسبة لرعاية طفلها، بتقدم لطفلها لبن كويس يعني فيه فيتامينات وعناصر غذائية كويسة. غير لما تكون الام مرضانة، مفيش تغذية كويسة بالنسبة لها سليمة، او عندها مثلا انيميا وما تعالجتش، برضو بتكون قاصرة جدا في رعاية وتغذية طفلها. في حاجات معينة احنا بنديها للأطفال منذ الولادة، من أهمها فيتامين د.
طبعا منظمة الصحة أوصت بفيتامين د للأطفال من الشرق الأوسط علشان تجنبا لأمراض هشاشة العظام. بناخد جرعة وقائية من فيتامين د في أول سنتين، 400 وحدة دولية في السنة الأولى و600 وحدة دولية في السنة الثانية، ودي بتبقى ده جرعات وقاية للوقاية من أمراض هشاشة العظام ولين العظام والكلام. طيب دكتور، النهارده إحنا بنتكلم بمناسبة الأم وصحة الأم، الجزئية الخاصة باللبن الصناعي، وده طبعًا مشكلة كبيرة جدًا، خصوصًا في غلاء المعيشة اللي إحنا فيها، فالناس بتبدأ يعني تستغلى موضوع اللبن الصناعي، وفي نفس الوقت في أمهات ما بتحبش ترضع طبيعي أو بتقول أنا مش قادرة، فده بيتحدد بناءً على إيه برضه؟ يعني هل الأم اللي بتحدد والّا الطبيب اللي بيحدد والّا الأم لازم ترضع طبيعي وممكن يبقى في جنبها جزء صناعي؟ بص يا فندم، هو اللبن الصناعي مش رفاهية. هو اللبن الصناعي ده يتم إدخاله بواسطة الطبيب فقط، واحنا بندخله المفروض لأهداف بتمس الرضاعة، وبيكون في ايرورز في الرضاعة أو في مشاكل في الرضاعة بالنسبة للأم، فأنا بعزز باللبن الصناعي أو بستكمل الرضاعة في أسباب مرضية خاصة كده في الأم باللبن الصناعي. لكن هي الأم تيجي لوحدها بدون أي واعظ وبدون أي مبرر اللي هي تكمل بلبن صناعي، وهي تكون أم كويسة وما فيهاش مشكلة وبترضع كويس وابنها بيزيد في الوزن، فده بالنسبة لي أنا على الأقل حاجة ملهاش أي لازمة وحاجة مش على الفطرة. وأي حاجة مش على الفطرة لازم هتاخد من الوحشة بتاعتها ولازم تاخد السايد افكت بتاعها. فأنا برشح أو بريكومند إن أي أم ترضع طبيعي طبعا، إلا لو كان في مشكلة صحية عندها أو عند المولود تتوجه لدكتور الأطفال بتاعها، هو الوحيد اللي هيقرر هل هيدخل لبن صناعي ولا مش هيدخل، لكن ما تاخدش الخطوة دي من تلقاء نفسها. تمام يا دكتور. طيب إحنا استكمالا للأجزاء الخاصة بالتطعيمات، التطعيمات الإضافية دي يعني فيها جدل ولغط كبير ما بين الناس وبعضها، في اللي بيقول لك مهمة جدًا، في اللي بيقول لك مش مهمة، في اللي بيقول لك هي مهمة ولكن ما بتتخزنش صح عند الدكاترة فبتبقى أي كلام، في اللي يقول لك أنا ابني خدها ولكن ما أخد الدور عادي، ما يبقى كان إيه لازمتها؟ فالحتة دي برضه عايزين نعرفها منك. خلينا متفقين بس ان اي تطعيم على وجه الكرة الارضية ده اضافة جيدة للطفل، ايا كان اسم التطعيم ايه، سواء تطعيم اختياري، سواء تطعيم اجباري، تطعيم مش عارف ايا كان، ده اضافة كويسة للطفل طبعا. وبرضه خلينا نتفق على حقيقة علمية ان التطعيم ما يحميش من مرض وإنما يحمي من مضاعفات المرض، يعني بيقلل من المضاعفات، بيقلل من الكورس بتاع المرض، وبيقلل من نسبة دخول المستشفى في هذا المرض. فطبعا كل التطعيمات دي ريكومندد لكل الأطفال، سواء الاختيارية أو سواء الإجبارية. الإجبارية اللي بتقدمها وزارة الصحة أو الاختيارية اللي بتبقى في مراكز التطعيم، دي بتبقى إضافة كويسة بالنسبة للطفل طبعا، وبتحصن من أمراض مختلفة ممكن تهدد حياته. دكتور إحنا هنكمّل معاك، بس في حتّة كده في النُص حابب إن أنا أعرفها منّك، أنت بما إن حضرتك دكتور أطفال، فالنهارده يعني أصعب حاجة على أي حد خصوصًا اللي هم لسه أول سَنة جواز أو أول طفل مثلًا، فبيبقى صعب عليهم إن الواد يعيا في توقيت معيّن وهو مش فاهم يعمل إيه، فبتلاقي اتصالات وتليفونات وحاجات. احكِ لي شوية حاجات كده طريفة كانت بتحصل معاك أو بتحصل عامةً من الأهالي، وبتبقى حلولها بسيطة جدًا، بس الأهالي بتبقى مخضوضة فبتبقى عايزة تتصل بيك وتنزل لك وتنزّلك من البيت وتعمل، وبتبقى حاجة دربكة خالص. لا، هو حاجات كتير، يعني أنا مش مستحضر حاجة دلوقتي، بس هو مثلا جالي اتصال في الساعة 4 الفجر مثلا إن البيبي بيعمل يورين كده لونه بينك شوية، وهو طبيعي إن في أول أيام البيبي ممكن يكون في قطرات كده لونها بينك تبقى في البامبرز كده من قدام، ودي حاجة طبيعية وتم التنبيه عليها مرة واثنين وثلاثة، بس الأمهات بتبقى قلوقة بقى زيادة عن اللزوم. فأربعة الفجر بقى يا دكتور الحقنا مش عارف إيه، وبرضه نقول ونعيد ونزيد إن دي حاجة طبيعية وما فيهاش أي مشاكل في الأيام الأولى من الولادة. بس وفي المقام الأول وفي الأخير إحنا بنبقى في ظهر الأمهات، لأن الأمهات في الأوائل وخصوصا في اول عمر البيبيهات بتبقى قلوقه زياده عن اللزوم، حتى لو اتقال لها مره واثنين وثلاثه بتبقى عايزه تتاكد مره واثنين وثلاثه، فده امر مفروغ منه. ومعظم دكاتره الاطفال بتبقى يعني طوارئ بقدر الامكان طبعا، يعني بقدر الامكان الدكاتره بترد على الاستفسارات وبترد على الاستفسارات الاطفال بقدر الامكان وبقدر المسموح به، الا لو طفل احنا عايزين نشوفه طبعا او يتبص عليه او يتفحص. فاحنا بنقدر ده بالنسبه للامهات، امهات قلوقه
طبعًا، أُمّال يعني ما تكونش قلوقة على أطفالها، هتكون قلوقة على مين يعني؟ فإحنا ورا كل أم بضهرها يعني ما تقلقش. طيب دكتور، النهارده إحنا بعد ما بدأنا شوية نعدّي بالعُمر شوية، في جزئية كده خاصة خصوصًا في الأولاد اللي ليها علاقة بالطهارة والحاجات اللي برضه بيبقى فيها جزء شوية دموي، الناس بتخاف منه ويقول لك ده دم ومش عارف إيه وحاجات زي كده. في شوية نصايح كده دكتور الأطفال بيقولها للأم أو للأهل بتوع الطفل في التوقيت ده بالذات، علشان الطهارة دي حاجة معروفة وبالنسبة لنا حاجة مهمة، فالتوقيت ده بتلاقي إيه أكتر حاجات بتبقى المفروض الأهالي تبقى عارفاها وواخدة بالها منها؟ بُص، هو الطهارة ممكن تتعمل أولًا في الوقت بتاعها، الطهارة ممكن تتعمل في أي وقت، من أول يوم في عُمر المولود لغاية يعني تقريبًا من 30 ل40 يوم تمام. من عُمره، optional يعني في أي وقت، اليوم الأول، التاني، التالت، الرابع، أيًا كان حسب الحالة الصحية بتاعة المولود، بعد الشر المولود healthy وكويس وصحّي وما فيهوش مشكلة ماشي، لو لا قدر الله في أي مشكلة ودخل حضانة بنأجلها شوية، لأنها مش عملية طارئة طبعًا أو حاجة مش طارئة، لازم تتعمل تحت إشراف متخصص، يعني جراح هو اللي يعملها، يعني الطهارة برضه فيها ساعات بيبقى فيها مشاكل، فلازم اللي يقوم بيها واللي يقوم يعني بالعملية كلّها لازم يكون جراح، عشان هو يعرف مشاكله ويعرف يعني يتعامل معاها إزاي، ما يجيبش حد مش متخصص يقوم بالعملية ديّة توفيرًا لحاجة أو توفيرًا لمجهود أو توفيرًا إن أنت تشوف جراح، لأ، لازم جراح والجراح متمكن هو اللي يقوم بالعملية الطهارة، وزي ما قُلنا هي عملية optional يعني في أي وقت ممكن اللي هي تتعمل بشرط إن المولود يكون صحيح وكويس والجراح يبُص عليه وأقر إن هو دي الطهارة المناسبة ليه، لإن by the way في حالات معيّنة الطهارة فيها بتتأجّل، تأجل لمدة طويلة بتتأجّل يعني؟ لمدة طويلة، في حاجة مثلًا في عيوب خلقية معيّنة زي الإحليل السفلي مثلًا، أنا لازم أعمل الطهارة متأخّر شوية، ده يعني ما ينفعش نعمل الطهارة دلوقتي، لازم أعمل طهارة متأخّر وأعمل عملية إصلاح للبيبي في نفس الوقت، ففي حاجات فنية الدكتور الجراح لازم يبُص عليها، بيفحص الطفل، بيفحص العضو بتاعه، العضو مناسب، البيبي مناسب، ما فيهوش أي مشاكل، يالّا نشتغل، عشان كده لازم نروح لجراح، ما نروحش لأي حد يقوم بعملية الطهارة ديّة، لإن في الدلتا وفي الناس كده يعني اللي أسمع يعني اللي هو بيتعمل خلّاها صح. خلال الصحة والكلام ده، طبعًا يقول لك زمان يعني كنا كلنا بالجلاليب ممارسات غلط ويعني فيها مشاكل كتيرة، ربنا يحفظ أولادنا طبعًا. يا رب. دكتور، الحضانة والبُعبُع اللي الناس لمّا بتسمع ابني دخل حضانة بيخافوا منه، ليه طفل يدخل حضانة وطفل لأ، وليه الناس لمّا بتسمع كلمة الحضانة بتخاف وبتترعب؟ ليه طفل يدخل الحضانة؟ هي بتبقى حسب رؤية الطبيب طبعًا، بتبقى رؤية الطبيب، يعني في أمراض كتيرة ممكن تدخّل الحضانة، في منها الكبير وفي منها البسيط، زي مثلًا مرض الصفرا، حاجة عبيطة خالص وبسيطة، بيدخّل حضانة بس في نفس الوقت متابعته بسيطة ويومين و3 والبيبي بيخرج بالسلامة ما فيهوش مشاكل، وفي منها يعني بيبيهات بتبقى برضه غير مكتملة وفيها أمراض تنفسية أو في صعوبة في التنفس، وتحط على أجهزة التنفس الصناعي، بتبقى حاجة خطيرة نوعًا ما، يعني في كده وفي كده، حسب رؤية الطبيب وحسب فحصه وحسب تقييمه. بيتم قراره إن هو الولد أو البيبي بيبقى محتاج حضانة أو هي الحضانة ما اسمهاش حضانة، اسمها رعاية حديث الولادة، تمام؟ إمم. رعاية حديث الولادة، عايز يخش في رعاية مركزة لحديث الولادة اللي هي الحضانة، والّا مش محتاج يروح لحضن أمه خلاص ويطلع في البيت، والّا لأ ده محتاج رعاية ومحتاج حاجة يعني يتبص عليها ولازم نتابعها، فدور الطبيب هو اللي بيحدد إذا كان البيبي هيخش حضانة والّا يخش حضانة، بس مش كل الأطفال أو الحديث الولادة اللي بيخشوا حضانات بيكونوا وحشين خالص، بالعكس في كده وفي كده. طيب دكتور، هنتكلم شوية عن الصفرا والتفاصيل الخاصة متابعة الصفرا من بعد الولادة على طول. الصفرا بتتقاس كل قد إيه، أو أنا المفروض آخد بالي إن الموضوع خطر أو مش خطر إزاي؟ إحنا عندنا نوعين من الصفرة الأول، في صفرة فسيولوجية ودي صفرة طبيعية ما فيهاش أي قلق خالص، وعادةً بتيجي بعد اليوم الخامس بعد الولادة من 5 ل7 أيام بعد الولادة، بتبقى يعني لطيفة وحنينة مش مزعجة وأرقامها مش عالية خالص، بتبقى متابعتها بسيطة، الدكتور طبعًا هو اللي بيحدد فترة المتابعة، لأ نقيس كمان يومين، كمان 3، كمان 4 على حسب القرايات اللي طالعة له، الدكتور بيحدد يعني بيحدد أهميتها وبيحدد أخبارها إيه على حسب الطفل ذات نفسه،
بس في المقام الأول الصفرة الفسيولوجية حاجة بسيطة وما فيهاش مشكلة وself limited disease، يعني مرض بيروح من تلقاء نفسه بدون أي حاجة، عايز متابعة بس ورضاعة كويسة. ما فيش دوا للصفرة، ما فيش دوا يتاخد دواء للصفرة، هو متابعة ورضاعة بس. في نوع تاني من الصفرة اسمها الصفرة التكسيرية، دي بتيجي نتيجة لاختلاف فصائل الدم بين الأم ومن الطفل البيبي. دي بتكون أشد قسوة شوية من الصفرة الفسيولوجية الأولانية، ودي اللي ممكن تحتاج حضانة لأن تكون أرقامها بتكون عالية شوية. وهنا طبعا الطبيب بيكون واخد باله إن النوع ده إحنا عندنا في البيبي ده صفرة تكسيرية، أنا مشتبه في صفرة تكسيرية لأن اختلاف في فصائل بين الأم وبين الطفل، فبياخد باله بقى، بيقيس بدري شوية، بيقيس مثلا ده بدل ما يقيس كل يومين يقيس كل 12 ساعة على حسب الشدة اللي هو شايفها في البيبي، ياخد قرار الحجز أو البيبي ده محتاج طبعا حضانة عشان يتلقى العلاج الضوئي، بيبقى ضوء كده هو البيبي بيتعرض له، بيشيل الصفرة عن طريق الجلد. وبيخرج برضه البيبي مفيش أي مشكلة، بس بتبقى عايزة متابعة أكتر ومحتاجة متابعة من الدكتور أكتر بس مش شوية. بس هي دي انواع الصفرة معانا. في كل الاحوال الصفرة مرض بسيط عبيط خالص، محتاج بس متابعة مع الطبيب، تسمعي في قراراته، ما فيهاش اي مشكلة. في ممارسة غلط خالص ان الام تحرق لي البيبي عن فاضي، تقعد لي في البيت كده اهوت وتولع لي عليه لمبة لونها ازرق وتكفر كده بسيليكون لونها ازرق كده، طبعا غلط وملهاش اي دور خالص في العلاج، وتحرق لي البيبي عن فاضي، لا مش كده خالص. العلاج الضوئي اللي في الحضانات ده بيبقى علاجات تانية خالص غير مجرد لمبة، فالممارسة دي غلط ومحدش يعملها يا جماعة خالص. ولد عنده صفرة يقيس الصفرة ونبشر الدكتور بيتعرف على الصفرة ويقرر إذا كان محتاجة متابعة ولا محتاجة حجز ولا محتاجة إيه بالظبط. دكتور حاجة كده في النُص، الحلاقة للطفل في السبوع. النهارده هو بيوديه للحلاق أيًا كان، أو هو مم. بيبقى أب شجاع شوية ويقوم جايب زي الشاطر كده مقص ويقول لك أنا لازم أقصه وأوزنه، حاجات اللي هو إيه، يعني دي حاجات معروفة عندنا. هل دي بيبقى فيها أي خطورة على الطفل؟ بنشوفها كتير بصراحة يعني. بييجوا لك عشان آآ تحلق له أنت شخصيًا؟ لا، لا، لا مش للدرجة دي طبعًا، بس بنشوفها كتير ومع ناس متعلمة وفاهمة المفروض يعني. هو ما لهاش أي وازع طبي خالص أو يعني ما لهاش أي ضرورة طبية، بتعرّض لي البيبي طبعًا لأي عدوى ممكن ياخدها أثناء الحلاقة دي الزلبطة دي، وطبعًا ممكن البيبي بيكون كثير الحركة ساعتها، ممكن اللي هو يتعور والّا حاجة ساعتها في أثناء الprocedure ذات نفسه. فأنا مش recommend ليها بأي حال من الأحوال. وهي كمان ممكن راسه كمان بتبقى ضعيفة جدًا وطرية تقريبًا. طبعًا، طبعًا، ممكن يتعوّر. عندي في بيبيهات كده كتير شُفتهم، ده من إيه يا جماعة؟ لأ ده هو بس بيحلق هو الحلاقة يعني خطفوا خطفتين كده. هو في حاجة عشان يتحلق؟ فطَب ليه؟ هم مش عارفين يردّوا ليه؟ "هذا ما وُجِد عليه آبائنا لأ طبعًا، فأنا مش recommend خالص الإجراء ده يعني. طبعًا إحنا الحلقة فيها حاجات كتير ليها علاقة بالحاجات الموروثات بتاعتنا، بس يعني هندخل برضه على حتّة كده بقى ليها علاقة إمم، بالأكل. إمم، إحنا النهارده يمكن عدّينا شوية كام شهر والبيبي الحمد لله كويس وبنتابعه مع الدكتور، بس جينا في توقيت يقول لك من بعد الشهر التالت أكّليه على طول، ما تستنيش، وأكّليه أي حاجة. إمم. اللي بتاكله منه أكّله. احكِ لي يا دكتور الأجزاء الخاصة بالأكل، دي لأ فعلًا بتبدأ إمتى؟ التالت ده أنت طيب أوي، إن إحنا بنشوف أقل من كده بكتير يعني. لأ طبعًا، لأ طبعًا غلط، هو ربنا خالق معدة البيبي اللي هي تستقبل في وقت معين حاجات معينة. خلّيني برضه أقول لك حاجة معينة كدهوّة برضه، الأعشاب ساعة الولادة، هندّي له أعشاب عشان المغص يا دكتور؟ لأ طبعًا، لأ طبعًا. ادّي له ينسون. ادّي له ينسون، ادّي له كراوية، ادّي له الأعشاب بتاعة الصيدلية، لأ طبعًا ما فيش حاجة اسمها كده، ما فيش أعشاب ساعة الولادة دي يا جماعة خالص، دي ممارسة غلط جدًا وبتأذي البيبي أكتر ما هي بتفيده وهي بتأذيه. بالنسبة لموضوع الأكل، هو الأكل في مدرستين والاتنين أجمعوا والاتنين صح، إن إحنا نبتدي من أول الشهر بعد انتهاء الشهر الرابع، تمام. ودي المدرسة الأمريكي، وفي الإنجليزي المحافظ شوية يقول لك لأ إحنا نبتدي الأكل من أول الشهر السادس. الاتنين مضبوطين، إحنا مُقرّين إن هو الفترة بتاعة الأكل تبتدي من بعد الشهر الرابع وحتى السادس، مش قبل من كده ولا بعد من كده. يعني أنت تبتدي في الzone دي
أنت أوكي، ما فيش مشكلة، سواء ابتديت في الخامس، سواء ابتديت في السادس، ده صح وده صح، ما فيش مشكلة. طبعًا ده الدكتور المتابع هو اللي المفروض. طبعًا، لإن هو الدكتور هو اللي بيحدد إمتى يدخل الأكل، وإيه الأكل اللي هيدخل، لإن هو لازم يشوف شرط مهم جدًا في البيبي علشان يقرر هيدخل الأكل والّا لأ، لازم يكون في head support كويس، أو في دعامة وصلابة للراس بصورة كويسة. ما ينفعش إن أنت تأكل بيبي وراسه لسه عمّالة تتمطوح يمين وشمال كده، ما يكونش لسه في راسه مصلوبة. فلازم الدكتور يشوف إن الراس مصلوبة وأمور البيبي كويسة، يقرر اللي هو يبتدي له الأكل حسب أنهي مدرسة، مش هتفرق يعني، ده صح وده صح. بيدّي له بقى الregimen بتاعه، هو بياخد إيه، إمتى، وعلشان إيه، هو عادةً بتبقى الخضار والفاكهة في أول الأيام بتاعته بس. طبعًا ما فيش أي حاجات إيه، ما فيش محشي، ما سبانخ. فيش محشيات ولا حاجات من دي الحاجات الغريبة اللي إحنا بنسمعها يعني. بتبقى خضار وفاكهة، والدكتور بيدّي لِك الكميات المعينة إمتى تأكليه بالضبط، وعدد الوجبات، وكمية كل وجبة، وإيه المحظورات اللي أنتِ ما تدّيهاش وهكذا. طيب الجزء الخاص بالمَيّة، إمم. المَيّة المَيّة بتبتدي مع الأكل، بتبدأ مع الأكل. بتبتدي مع الأكل، وممنوع المَيّة المعدنية. طيب في ناس النهارده بتبدأ تحُط العصاير من ضمن المشروبات، وبتحُط العصاير مش طبيعية، هل ده هو مسموح بالعصاير، بس يعني يا ريت تكون طبيعية طبعًا بقدر الإمكان. طيب النهارده بعد فترة من الولادة وبدأ الأكل بدأ النهارده مرحلة من أصعب مراحل الطفل اللي هي التسنين، بدأ الطفل يسنِّن، فبدأ العصبية وبدأ الصويت. النهارده تنصح الأب والأم في مرحلة التسنين دي بإيه؟ لإن بيكون الاتنين أصلًا مش مستحملين. الاحتواء فقط لا غير. للأسف هي مرحلة لازم هتحصل، وده مش مرض، يعني هي مرحلة لازم يعدّي بيها طفلك. أثناء التسنين السِنّة بتشق اللثة، فيكون في سِنّة وجع شوية، فطفلك بيكون مقريف بقدر الإمكان يعني، بيكون مقريف، بيكون مزاجه مش حلو، بيكون بيفقد الشهية للأكل الصلب، يعني ما ياكلش كويس، حتى لو كان بيحب الأكل ده قبل كده هتلاقيه يعني فقد الشهية بالنسبة له، هتلاقيه ميّال للرضاعة أكل أكتر من الأكل الصلب. لازم على الأم تعرف إن إحنا في فترة التسنين، لازم تحتوي ابنها، لازم تصبر عليه شوية، لازم تلِح عليه في الأكل والشرب شوية، لإنه للأسف ما فيش أي أدوية بتعمل أي effect في المرحلة دي، لإن هو مش مرض أصلًا. ولا حتى المراهم اللي يُقال إنها مديك منعت خلاص أصلًا، يعني أي مرهم فيه مادة مخدرة عشان تهدّي اللثة اتمنع، لإنه كان يعني اتثبت إن هو بيعمل لي مشاكل شوية في عضلات البلع بتاعة البيبي. فهي بتبقى كده، هو علاجها هو احتواء الأم. الأم تحتوي طفلها في الفترة دي، وتعدّي المطب ده واحدة واحدة طب كده، طبعًا بمساعدة الأب يعني، ما أنا الأب كنت ما لسه هاقول لك يخلعش. لو الأم محتاجة اللي آه. يحتويها يعني الأب بيخلع عادةً في الحتّة دي، بس هو يعني مش عايزينه يخلع، يعني يساعد شوية. في بعض التطعيمات بيبقى فيها تعب للطفل لمدة يوم أو يومين أو حاجات زي كده. في أي نصايح بتبقى للأهل في الوقت ده بعد التطعيم مثلًا؟ لأ، هو حرارة التطعيم بتبقى جزء من الreaction بتاع المناعة لمناعة الطفل للتطعيم ده، فهي مش حاجة تخوّف يعني، ما فيش ميكروب يعني. ما فيش مسألة إنه ينزل المستشفى ونجري في الحرارات الشديدة اللي هي معصلجة معانا شوية، ممكن إن أنت تروح المستشفى بس تخفّض الحرارة تنزل، لكن مش حاجة طارئة يعني. أنت حضرتك بتاخد خفضات الحرارة العادية اللي بيكتبها لك الطبيب خالص، ما فيهاش أي مشاكل. وطبعًا برضه بيكون في شوية reaction مطرح الحقنة بتخلّي الفخذ مثلًا فيه hotness وredness شوية، بيكون فيه سُخن شوية ومحمر شوية وبيكون مكلكع كده. ده مش عيب من الحقنة، ده بيبقى من التطعيم ذات نفسه، ده reaction مطرح التطعيم، دي حاجة عادية خالص. كل التطعيمات بتعمل كمادات مَيّة من الحنفية على مكان التطعيم ده، وبتعمل كمادات للطفل، وبتدّي له خافضات الحرارة بتاعته الmeasures العادية البسيطة، لغاية لمّا تعدّي الفترة بتاعة التطعيم، بتبقى عادةً 48 ساعة، ممكن يعني يومين ل3 بالكتير أوي، والبيبي بيبقى stable وكويس. طيب دكتور إحنا كده قرّبنا نوصل للسَنة ده بشكل اتخرّج بعد كده، خلاص. اتجوّز. بس إحنا اتكلّمنا تقريبًا عن يعني حديث الولادة من أول ما يعني كان في أوضة العمليات بيتولد، لحد تقريبًا وقت قُرب السَنة. نصيحة كده يعني أخيرة قبل ما ننهي part 1 من الحلقات مع دكتور محمد مشالي. يعني حاجة كده للأهل في أول سَنة ياخدوا بالهم منها كده، ليهم هم شخصيًا عشان يعرفوا يتعاملوا مع المرحلة. هو أول سنة دي بتبقى مهمة جدًا في الطفل، لو أنتِ ما خدتيش بالِك منه.
لو أنتِ ما عوّدتيهوش على الصح، لو أنتِ ما عوّدتيهوش على الأكل ما كنتيش كويسة في رعايته ونضافته، ده هيأثّر معاكِ على سنوات عمره اللي بعد كده، والطفل هيتعب، زائد أنتم كمان هتتعبوا، يعني الأب والأم كمان هيتعبوا معاه. فهي أول سنة إحنا بنسميها السنة الذهبية في عمر الطفل. خلّي بالِك من السنة ديّة، لإن دي هتترتب عليها سنوات عمره بعد كده أهوّة. دي أكتر نصيحة أنا أقدر أقولها. دكتور بنشكر حضرتك جدًا، ويعني نتمنى كده نقدر نبقى مع حضرتك في الحلقات اللي جاية، حاجات متخصصة بقى أكتر، وهنتكلم في موضوعات تهم كل حد في كل مرحلة، وطبعًا إحنا داخلين على يعني موسم الشتا، وإحنا يعتبر في موسم الشتا خلاص، فهنبدأ نتكلم عن الحاجات اللي ليها علاقة بالشتا وأمراض الشتا، والحاجات اللي ممكن ناكلها والحاجات دي كلها إن شاء الله. تحت أمرك، وأنا اللي باشكرك، وحلقة لطيفة جدًا، وشكرًا جدًا. ربنا يخليك يا لا، دكتور. وطبعًا في بودكاست مع رفعت، دكتور محمد مشالي قال لنا معلومات ذهبية جدًا، يمكن ناس كتير بتبقى عارفة معلومات، بس لمّا بتتقال من حد متخصص بنصدقها أكتر وبنعرفها بشكل قيّم أكتر، وبنقدر إن إحنا نتتبعها وما بيبقاش فيها أي مشاكل. إن شاء الله في الحلقات الجاية مع دكتور محمد هنقول حاجات أكتر، فاستنونا في مع رفعت. سلام.